برافو الحسين عموتة أولا لأنه رجل يشتغل في صمت، لا يحب كثيرا الأضواء، أكيد بأنه مدرب جدي، ليست لديه علاقات مشبوهة في الوسط الرياضي، إنسان يحب العمل الدؤوب، وهذا ما أظهره في العديد من التجارب منذ يعني بيته الأم الاتحاد الخميسات وصولا اليوم إلى المنتخب الأردني، مرورا عبر السد القطري، عبر الوداد البيضاء، والعديد من التجارب التي أغنت من دون شك السيرة الذاتية للحسين عموتة. اليوم تجربة الحسين عموتة تستحق الدرس. لماذا؟ لأن قبل انطلاق كأس آسيا تقريبا جل الجماهير الأردنية كانت تنتقد الحسين عموتة على اعتبار أنه كان في مرحلة تحضيرية وتقريبا خسر العديد من المباريات الودية بحصص كبيرة، وفي ذلك الوقت كان الحسين عموتة يؤكد ويقول بأن اتركوا لي الوقت من أجل العمل، لأن لتجهيز منتخب قوي قادر على التنافس فهذا يلزمه العمل. بالفعل الحسين عموتة وضع الثقة في مجموعة من اللاعبين، وأيضا حضر المنتخب الأردني لهذه المنافسة ودخل بقوة. منذ مباراة ماليزيا الأولى الحسين عموتة أظهر من دون شك نضج تكتيكي وذكاء على مستوى تدبير المباريات حنان، وهذا يحسب للرجل. المباراة الأولى وديع، يعني الكل بحسب تعليقات ديال العديد من المحللين ومتابعين الشأن الرياضي عبر يعني المنطقة العربية وتحديدا كأس آسيا، الكل كان ينتقد عموتة، وهناك من كان ينتظر أن يسقط في فخ فشل المباراة الأولى حتى يتم تغييره كما سمعنا قبل قليل. وبعد هذا الإنجاز العنوان العريض هو أنه عموتة يسكت منتقديه. لماذا هذا الانتقاد وهذا يعني الضجيج اللي يعني صاحب مشوار عموتة مع منتخب الأردن؟ هو طبيعي جدا حنان، أنا دائما ما أقول بأن الجماهير لها الحق في أن تعبر كما تشاء ولها حرية التعبير في أن تنتقد أي رجل، لكن هنا نرفع القبعة أيضا لمسؤولي الاتحاد الأردني، لأن الاتحاد الأردني هو الذي وضع الثقة في الحسين عموتة وحافظ على المدرب. وهنا دور الاتحادات الكروية، بمعنى إذا كان الجمهور يعمل بمنطق العاطفة فالاتحاد يعمل بمنطق العمل، بمنطق التعامل الذكي مع الفترات الصعبة وفترات الضغط على المدربين. فلذلك أقول بأن الاتحاد الأردني أيضا لعب دور هام في أن يثق دائما في الحسين عموتة ومنحه الوقت، وهو الآن يجني ثمار ذلك بالوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ. إنجاز تاريخي بالنسبة يعني الاتحاد الأردني وأيضا الحسين عموتة. الحسين عموتة بالمناسبة حنان هو رجل دائما يؤمن بالانضباط التكتيكي، تبعناه في العديد من التجارب الماضية حنان بأنه مدرب له فلسفة تكتيكية واضحة المعالم، دائما يؤمن الواجبات الدفاعية وبعد ذلك يلعب على المرتدات، وهذا ما فعله حتى في مباراة يعني الربع ضد طاجيكستان، سجل هدف من ضربة ركنية وبعد ذلك أمن النتيجة. لذلك أقول بأن مثل هذه البروفايلات حنان أكيد بأنها فخر للإطار المغربي على المستوى العالمي، وهذا يؤكد مرة أخرى بأن المغرب يسخر بمواهب تدريبية كثيرة، فقط يجب أن نضع فيها الثقة للذهاب بعيدا في العديد من المحافل الدولية. وأيضا هو الحسين عموتة بحسب العديد من المراقبين وأنت أيضا تتحدث عن نفس الشيء، وشخصية صارمة. نعم، هو شخصية صارمة ومعروف بالصرامة حتى علاقته مع اللاعبين، ولكن هو دعني حنان أوضح مسألة. هو في تصريحات صحفية قال بأن علاقتي مع اللاعبين خارج الملعب هي علاقة أخوية، وهذا طبيعي جدا. لا يمكن لك أن تدبر المجموعة بنفس الانضباط وبنفس يعني الطريقة التي يظهر بها حسين عموتة في الملعب، لا يبتسم إلى غير ذلك. حتى البعض ينتقده يقولون للحسين عموتة متى نرى ابتسامة الحسين عموتة؟ وحتى ظهر في العديد من الفيديوهات كي لح على اللاعبين أنهم حتى أنهم يسجلوا هدف يضلوا منضبطين تماما ويحافظوا على تركيزهم طيلة المباراة. فلا أعتقد بأن الحسين عموتة خارج المستطيل الأخضر أكيد بأن علاقته متميزة مع اللاعبين، لأن أن تدبر مجموعة أردنية كانت تائهة رفقة المدرب السابق عدنان حمد المدرب العراقي، أعتقد بأن بكل أمانة الحسين عموتة يقدم مؤشرات إيجابية، ومن دون شك هي تجربة كيفما كان الحال ستسهم مرة أخرى في تطوير مستوى الحسين عموتة، وهو الآن يرفع لواء الإطار المغربي. ما ينقص فقط هو حنانا نقول بأن ما وصل إليه عموتة فهو بالعمل وليس فقط ضربة حظ، لأن أن تنجح في السد القطري وفي الوداد ورفقة المنتخب الأردني فهذا ليس أمر سهل. وبالمناسبة حتى الموسم الماضي رفقة الجيش الملكي الحسين عموتة هو من كان المشرف العام على الجيش الملكي وقاده إلى البطولة، فليس من الممكن من المستحيل أن تكون هذه ضربة حظ، وهذا يوضح مرة أخرى بأن الرجل يعمل في صمت. فمرة أخرى ألف مبروك للأردن وألف مبروك أيضا للحسين عموتة. الجدية أنه
وقت العمل خاص الواحد يكون جدي، ووقت الضحك خاص الواحد يكون خاصه يضحك شي شويه. مع الاسف انه اللاعب المغربي ضحك السي عبد الحسين عمود تفضل واش جديين معك بزاف. لا سي فؤاد، هو انه انا تنضيعوا بزاف ديال الوقت نعم. في الضحك. نعم. بالعكس خاصنا واحد الوقت الا بغينا يعني نرتقيو للمستوى عالي خاصنا شويه ديال الجديه. الا ما ضغطناش على نفسنا ما يمكنش يعني نرتقيو يعني المستويات اللي هي عاليه. وبالتالي انا دائما حبيت حتى على نفسي، كنبدا من نفسي وعلى اللاعبين وعلى الفريق بما فيه المصلحه ديال المجموعه، وانا خاصنا نشتغلوا كل واحد خاصو يبذل هذاك المجهود اللي هو مطلوب باش نرتقي فرديا وجماعيا يعني للمستوى اللي هو افضل. وفي الاخير ربما اتمنى انه يعني ننجحوا في هذه المجموعه، لانه كاينه هذه يعني بالعكس اللاعب اللي عنده طموح تيبغي يتواجد معايا، الشيء اللي عنده طموح تيبغي يتدرب معايا. علاش؟ لانه جاي باغي يستافد، لانه باش كنبداو التدريب فاحنا جايين باش نتدربوا باش نتعلموا. انا اول واحد كنتعلم، يعني حتى التواجد ديالي في كل يوم مع في التدريب انا اول واحد كنستافد يعني من التواجد ديالي مع اللاعبين. وبالتالي خاص اللاعب الا ما كنتش غادي ناثر عليه، الا ما كانش غادي يستافد معايا، من الاحسن اننا نوقفوا يعني هذا العلاقه. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارطاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في تعليقات اسفل الفيديو. وكنشكركم على المتابعه دائما للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكه المغربيه، وكذلك لنظهر به تطور المملكه المغربيه في مجموعه من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.